السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه النهاردة؟ النهاردة بقى عاملين حاجات بسيطة كده، حاجة حلوة يعني للعيال. مقاديرها بسيطة ومقاديرها كلها عندنا. يعني اليومين دولت بيبقوا العيال جايين من المدارس وتعبانين، بيبقوا محتاجين اي حاجة حلوة يعني نشجعهم بيها او نحفزهم بيها. ملكمش دعوة طبعا بكوباية الشاي ولا بالمنظر الطبيعي ده منظر على السطوح عندنا كده، حاجة كده ترد الروح. انما ايه المهم، النهاردة بقى هنعمل وصفة جميلة وبسيطة خالص، وكل المقادير تقريبا عندنا. هنجيب 3 أكواب دقيق. أنا حاطة لكم المقادير على الصورة يعني وكده، عشان ايه لو حد يعني حابب ايه يكتبها او كده. المهم هنعمل زلابية، اللي هي او لقمة القاضي، حاجة كده بسيطة، ويا رب تعجبكم وتكون سهلة عليكم. يعني هي سهلة واي حد ممكن يقدر يعملها يعني. المهم هنجيب 3. هنا بقى الكاميرا بصراحة وقعت مني غصب عني، معلش بقى، عادي بتحصل. هنا هنجيب 3 أكواب دقيق، وعليهم 3 معالق نشا. ماشي. وذرة ملح صغيرة، يعني شوية ملح صغيرين، يعني ما يتحسبوش ان هم ايه، هينحطوا وكده. هنحط الدقيق على النشا، وبعد كده هنقلبهم مع بعض. كان فاضل اصلا اخر شويه عندي يعني وكده، فقلت بقى ايه، خلاص هحطهم بقى بالمره. و... ويبقى كده المقدار يعني مظبوط. هو مش 3 معالق قوي، هما معلقتين ونص تقريبا. بس هما دولت بقى اللي كانوا موجودين عندي بصراحه يعني. المهم فضلت اقلب كده النشا والدقيق مع بعض، وذرة الملح. ذرة الملح حاجة كده ما تذكرش خالص، يعني بتدي تعادل مع السكر وكده. ماشي. وبعد كده هنستخدم ميه دافيه للعجن، لان احنا في سقعه وكده، فلازم ايه ميه دافيه، عشان ايه تتفاعل مع الخميره بسرعه، والعجينه ايه تخمر بسرعه وكده. المهم هنجيب ايه، هنا هنجيب كيس خميره، وهنجيب معلقتين سكر كبار، وهنحطهم ايه مع الخميره. وبعد كده هنجيب 2 كوب ماء. اي 2 كوبايتين مية عندك يعني، عايزة لو بالمقادير بالظبط 2 كوبايتين مية زي اللي انتي عدلتي بيهم ل3 أكواب الدقيق، لو عايزاهم يعني بالظبط. لكن انا بصراحة يعني عملت ايه، بالنظر كده، عشان ايه طبعا الحاجة قدامي، وانا ايه زي ما انا شايفة كده يعني. واكيد كل واحده مننا بتبقى ايه شايفه المقدار اللي قدامها، محتاج ميه او مش محتاج، او محتاج دي او مش محتاج كده، يعني على حسب ايه ما عينك تشوف الحاجه وكده. المهم فضلت اقلب الخليط ده كله مع بعضه، اللي هو الميه وال2 معلقه سكر والكيس الخميره. انا مش هحط الزيت هنا دلوقتي، عشان ايه هسيب الخليط ده يعني ايه شوية كده، وبعدين هجيبه، وبعدين هحطه فين فوق الدقيق. هنا فضلت اقلب الدقيق مع الخليط ده. بصراحة طلع ان المية قليلة، يعني انا احتجت كمان ربع كوباية. المهم فضلت اقلب كده لحد لما ايه، لما الخليط يتجانس معايا. العجينه بتاعت الزلابيه ما بتبقاش ماسكه، بتبقى ايه يعني طريه شويه، سايبه شويه، علشان اعرف اعملها بالمعلقه، يعني بتكون سهله عليا بالمعلقه، وانا بحضرها يعني وكده. المهم هنا فضلت اقلب كده الخليط زي ما انتم شايفين. لقيت ان انا محتاجه كمان ميه، يعني الميه كانت قليله. الاتنين الكوبايتين الميه كانوا قليلين كده. انا جبت كمان بالمقدار كده بالظبط ربع كوبايه على الكوبايتين، يعني ال3 كوبايات دقيق احتاجهم اتنين وربع ميه. وهنا بقى يا حبايبي فضلت ايه ان انا اقلب الخليط كله مع بعض. طبعا انا ايه قفلت الكاميرا على ما اقلبه واجهزه كده، وبعد كده سبته ايه يخمر ساعة، يعني يا دوبك انا سبته يخمر ساعة. بس قبل ما اسيبه، انا نسيت اقول لكم ان انا ضفت 2 معلقتين زيت، وبعد كده رجعت تاني اقلبه. زي ما انتم شايفين كده. انا حبيت اوريكم المقادير بالظبط وبالتفصيل، عشان ايه ما يعني
ما يبقاش انا نسيت حاجه وانا ما رضيتش اقولها لكم. لا، انا حبيت ان انا اقول لكم كل تفصيله انا عملتها فيه. يعني تقريبا انا عمري في حياتي ما عملت الزلابيه دي غير مره واحده، دي تاني مره تقريبا اعملها، وما اعرفش والله هي هتنجح معايا ولا ما تنجحش. انا عملتها كده ببركه ربنا، وصورت برضه الفيديو ببركه ربنا. يا كده يا كده هتطلع معاكم بكل امانه وبكل صراحه، يا حلوه يا وحشه، وان شاء الله يا رب تطلع حلوه عشان المقادير ما تتهدرش وكده. انا هنا بقى فضلت اقلب الاتنين معلقتين الزيت مع الخليط كله لحد لما الزيت تجانس مع الخليط خالص. وبعد كده ركنتهم ساعة، وبعد كده خمرت زي ما انتوا شايفين العجين زاد حجمه وتضاعف الحجم وكده. هنا بقى حبيت اوريتها لكم عشان تعرفوا ان الخليط اللي زاد الحجم 2، يعني زاد يعني الساعة كانت كويسة قوي. المهم جبت بقى، انا بستخدم زيت نضيف للقلي او للحلويات. انا بستخدم الزيت ده بصراحة كويس وسعره كويس، ويعني على قد الايد وكده. المهم الزلابية بتحتاج زيت كتير عشان تكون يعني تكون مغطياها وانا بحمرها فيها. هنا بقى انا هعمل معاكم خطوة بخطوة. انا جبت شوية زيت صغيرين في قلب طبق عشان يعني احط المعلقة فيه عشان ما فيش حاجة تلزق من الخليط فيه، يعني الواحدة بوحدتها كده. هي في الاول ما ظبطتش معايا خالص، يعني ما طلعتش زي ما بتطلع كده بالفيديوهات والصور بصراحة. ما كانتش زلابية، ده كانت عفاريت الزلابية. المهم ما علينا، انا حاولت على قد ما اقدر ان انا اطلعها بشكل حلو والله، بس هي كانت يعني كانت في الحقيقة غير الصورة. كانت في الحقيقة يعني فاتحة شوية، هي في الصورة عندكم غامقة حبتين، لا كانت في الحقيقة كانت فاتحة شوية. هي بصراحة طلعت معايا حلوة قوي، وكان طعمها حلو والعيال انبسطوا منها قوي يعني. بسم الله ما شاء الله كانت جميلة. والثلاث كوبايات دول عملوا معايا كمية حلوة قوي، يعني تقريبا أول مرة ياكلوا حلو كده ويشبعوا ويفيد كمان مننا. المهم فضلت بقى احمر فيها كده. انا حمرتها على مرتين، نص تحميرة الاول وبعد كده سبتها تتصفى، وبعد كده رجعت تاني حمرتها. بالطريقة ديت بتكون كويسة، وبصراحة بتكون هشة وبتكون مقرمشة من جوه كده، والعسل بيدخل جواها ويكون متجانس كده كله مع بعض. الطريقة ديت بصراحة انا شفتها على التلفزيون وكانت جميلة وكانت تحفة بصراحة. ولما عملتها كده طلعت مظبوطة وطلعت تمام. بصراحة الكمية كانت ياما قوي. في الصورة دي الزلابية كانت فاتحة، ما كانتش غامقة بصراحة، لان انا كنت بعمل بالليل والاضاءة عندي ما كانتش حلوة. بس هي بصراحة والله يعني لو كانت وحشة كنت قلت فعلا انها كانت وحشة، لكن هي فعلا كانت على الحقيقة كانت حلوة والله، وكانت طعمها تحفة. المهم انا فضلت ان انا قلت لا انا هعمل شويه الزيت، ههدي شويه الزيت. انا معرفتش ان انا افصل الكاميرا، فكرت في الوقت ده ان انا فاصله الكاميرا، بس انا ما نسيت بصراحه ان انا افصل الكاميرا. المهم كنت بظبط الكاميرا ان انا ارجع تاني اكمل وكده. هنا بقى يا حبايبي انا سبت الكاميرا تقريبا ونسيت ان هي اصلا مفتوحة ومش عارفة انا روحت فين ساعتها. المهم فضلت ان انا اجيب الشربات واكمل بقية الخليط اللي انا خلصته وكده. لانهم بصراحة كانوا مستعجلين على اكلها يعني وكده. المهم هرجع تاني اكمل بقية الخليط، وبعد كده هحمره كله، وبعدين هوريكم بقى نهاية المقدار كله عمل معايا يعني هو عمل معايا بسم الله ما شاء الله كمية كويسة، كمية محترمة يعني. ما كنتش اتوقع ان هو يعمل معايا الكمية دي كلها، لكن بصراحة هم عملوا معايا الكمية ديت، يعني عمل معايا كمية ياما التلات اكواب دي دولت. عملوا معايا الكمية كويسة، يعني عملوا تقريبا اكتر من 3 كيلو زلابية، ده لو احنا بنشتريها من بره وكده. المهم الطريقة دي طلعت كويسة وانا هستمر عليها على طول، يعني هعمل بيها على طول. وهنا بقى حبايبي معلش انا طولت عليكم الفيديو شوية، بس انا والله كنت فاكرة ان الكاميرا يعني واقفة وكده، فطلعت ان هي بتسجل، وانا بصراحة ما عرفتش ان انا اقطع الفيديو. هنا بقى كنت بوريكم بعد ما حطيت الزلابية في الشربات وطلعتها تاني، هي ما كانتش مظبوطة.
يعني في الأول كده ما كانتش في مضبوطة، في الكمية بقى التانية اللي أنا هاعملها هتطلع مضبوطة إن شاء الله. خلاص بقى يعني أنا عرفت بقى إن هي هتتعمل إزاي. هنا بقى كنت رجعت للكمية اللي كانت موجودة، علشان بصراحة كانت ياما، كانت كمية ياما أوي. المهم رجعت إن أنا بقى أحمّر كده زي ما أنتم شايفين. وهنا بقى كنت خلاص بقى يعني خلاص قرّبت إن أنا أخلّص قُلت بقى هاضبط إيدي وهاضبط بقى يعني أحاول أطلّعها مكوّرة على قد ما أقدر. وهنا بقى كنت باحاول بصراحة إن أنا يعني أضبط الكرة على قد ما أقدر، لحد لمّا بصراحة بقت كويسة يعني المرّة دي، بقت كويسة بقى معايا وكده، طلعت الواحدة بوحدتها. في بعض برضه الوحدات ما طلعتش مكوّرة وكده، قُلت خلاص بقى مش مهم يعني، المهم الطعم وكده، مش لازم الشكل المرّة دي، يمكن لمّا أعملها المرّة الجاية أضبط الشكل شوية. لكن أنا كان فيه شرح ليها على النت وكده، بإن هُم بيحطوها في إزازة وي ويخرموا الغطا بتاع الإزازة ويقعدوا يعملوا بيهم. أنا بصراحة ما حبيتش إن أنا أعمل كده بالطريقة ديّة، قُلت أنا هاعمل بالطريقة اللي أنا عارفاها اللي هي المعلقة. المعلقة بصراحة دي أسهل طريقة أنا عملتها بقى قبل كده، برضه ما كانتش بتطلع معايا مكورة وكده، بس هي الطريقة ديّة اللي أنا باعرف أعمل بيها يعني، ما جربتهاش قبل كده لا بالإزازة ولا حتى بالقامة. أنا جربتها بالمعلقة، بس أنا يعني في تَكّة في المعلقة كده لازم إن أنا أضبطها شوية. المهم عملت الكمية ديّة وفضلت برضه أحمّرها نُص تحميرة، مش باحمّرها تحميرة مرّة واحدة كلّها لأ، باحمّرها نُص تحميرة وآجي شايلاها عايناها لحد لمّا أخلّص الكمية كلّها، وبعد كده أحمّرها بقى تاني، يعني باحمّرها مرّتين، مرّة نُص تحميرة ومرّة باريّحها شوية وبعد كده بارجع أحمّرها تاني. الطريقة ديّة والله العظيم كويسة خالص، وبتخلّي الزلابية معاكِ مقرمشة وحلوة يعني وكده وهشة من جوّه وجميلة وهنا بقى يا حبايبي ما تنسوش بقى تصلوا على النبي و... وتشتركوا في القناة لو الفيديو يعني عجبكم وكده. ان شاء الله هحسن من مستوى جودة الفيديو ومن التصوير قريب جدا. وفي واحدة الله يخليها قالت لي لازم تسجلي الفيديوهات بصوتك وكده، ما تنزليش اغاني، وانا والله يعني اي حد بيقول على النصيحة يعني بحاول اعمل بيها وكده. المهم فضلت ان انا احمر في الزلابية كده نص تحميرة يعني بصراحة الطاسة كانت عندي كانت صغيرة حبتين. تقريبا الطاسة التانية خلاص بقى خلصت كل الكمية هي زي ما انتم شايفين كده. لسه فاضل شوية صغيرين كمان. بسم الله ما شاء الله قلتلكم ان تلات اكواب دقيق عاملين معايا كمية محترمة. هنا بقى كنت خلصت الكمية كلها وحطيتها في قلب الشربات، وحبيت ان انا اوريها لكم. لو عجبتكم متنسوش تشتركوا في القناة وتابعوني، وان شاء الله هعمل لكم كل حاجات جديدة، كل حاجات برضو قديمة احنا متعودين عليها وتربينا عليها. ما تنسوش القناة الاشتراك في القناة علشان اعمل لكم كل جديد.